السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم من جديد أين تم إسدال الستار عن الانتخابات الرئاسية بفوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بعهدة ثانية بنسبة 94.65%. أما فيما يخص المترشح عبد العالي حساني والذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 3.17%. أما يوسف أوشيش بنسبة 2.16%. وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن عقب ندوة صحفية أعلن فيها عن النتائج المؤقتة لانتخابات رئاسيات 7 سبتمبر، والتي وصفها بأن الجزائر نجحت في كسب رهان الاستحقاق الرئاسي، والذي وصفه أنه جرى في ظروف هادئة ونزيهة وشفافة. وهذا وستكون الفترة القانونية من أجل الفصل النهائي في النتائج من طرف المحكمة الدستورية. مشاهدينا، نقلنا لكم مجريات الانتخابات الرئاسية ل7 سبتمبر من الحملة الانتخابية إلى لحظة الإعلان عن فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بعهدة ثانية، وكانت نسبة فوزه تقدر ب 94.65%. مشاهدينا، كانت معكم ماريا عليلي من بلاد أنفو من مركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.